قناة الزيتون استغرب انه اول لقاء مع الهيكاء بعث دعاة المنفذ وكان لقاء في مركز الشرطه معناها. مش صحيح، ليس اول لقاء، ليس اول لقاء، يعني بالعكس، يعني كانت هناك لقاءات متعدده، وكان هناك يعني الممثلين عن هذه القناه حضروا لدى الهيكاء وبلغتهم الهيكاء الموقف، وبلغتهم حتى الملفات حتى يستطيعوا ان يدافعوا عن انفسهم، وقاموا حتى بقضايا في ايقاف التنفيذ، والمحكمه الاداريه رفضت ايقاف التنفيذ، يعني اعطت الحق للهيكاء، لانه فعلا تعرفون ان المحكمه الاداريه هي التي تمارس رقابه على قانونيه على قرارات الهيكاء. لكن علاش اللقاء كان في مركز الشرطه؟ لا، يعني هذه كانت الخطوه التي اخذتها الهيكاء بعد تعنت أصحاب هذه المؤسسات، يعني طيلة 5 أشهر ونحن نحاول عن طريق المراسلات، عن طريق اللقاءات، عن طريق الحوار أن نقنع هذه المؤسسات بأنها تمتثل القانون. فبعد 5 أشهر طبعا كانت الخطوة الموالية هي أننا نطالب تدخل ما يسمى بضابطي مأموري الضابطة العدلية. مأموري ضابط العدلية ايش معناتها؟ معناتها أن يعني طلبنا تدخل وزارة الداخلية أمام تعنت هذه القنوات، يعني أمام تعنت، فطلبنا تدخل مأموري ضابط العدلية على أساس أنهم ينطلقوا في عملية الحجز. ولكن حتى بالنسبة لعملية الحجز التي ينص عليها القانون وهي آخر مرحلة، شوف بالنسبة لقناة نسمة وحنا بعد، بالنسبة لقناة نسمة وحنا بعد انطلقت أيضا إجراءات على أساس نفس المرسوم، ولكن الذي يختلف أن بالنسبة للقنوات ال6 اليوم التي هي مطالبة بإيقاف البث وإلا يتم حجز معداتها، هي قنوات انطلقت في البث بدون إجازة بعد 14 جانفي، بينما قنوات نسمة وحنا بعد انطلقت في البث قبل 14 جانفي وبترخيص من السلطة التنفيذية آنذاك، يعني بترخيص من بن علي. بعد ذلك طبعا توصلنا إلى أن هذه القنوات قبلت بكراسات شروط و تقدمت بمطالب في التسوية، والآن مطالب التسوية لكل من حنا بعد ونسمة هم بصدد يعني الدراسة، وتقريبا انتهينا من هذه الدراسة، وسوف يصدر قرار الهيكاء يعني في الأيام المقبلة في شأنهم. يعني ماذا يعني هي كلها مسألة توقيت، ليست مسألة اختلاف في التعامل، ليست مسألة أننا نكيل بسياسة المكان. الصلح لا يجب أن يكون على حساب الشرعية، لأنه تعرفون أن هناك قاعدة قانونية لا مشروعية لفاقد الشرعية، لا يجب أن يكون على حساب الشرعية. الصلح هو أن تتوقف هذه القنوات على البث اليوم، أن تواصل في تحمل المسؤولية تجاه العاملين بها، ريثما أننا ننظر في الملفات التي تقدمت بها للمرة الثانية. يظهر لي في الآخر لابد أن نتفق حول مسألة، يا إما اليوم الهيكاء هي مطالبة بتنظيم مشهد الاتصال السمعي البصري، وهذا التنظيم يأتي في إطار أن لابد أن تكون القنوات الموجودة تستجيب إلى عدد من الشروط، ومن أهم هذه الشروط هي أولا أن لا يكون هناك جمع بين صفة صاحب الإجازة وصفة قائد سياسي، لأننا نرفض أن تمتلك الأحزاب وسائل الإعلام، لأن هذا يعني موجود في دول عربية أخرى، وفعلا يعني هو كان وراء خلق الفتنة والتقسيم، ويعني وأدى إلى حتى إلى نوع من الحرب الأهلية. فهذا نحن نرفض ذلك، وهذا اختيار اخترناه، والقانون يعني يخول لنا هذا الاختيار، وأظن أنه اختيار في صالح المجتمع التونسي ككل، وليس فقط في صالح فئة دون غيرها. أيضا الشروط الأخرى هي الشفافية المالية،
أن تكون هذه المنشآت مصادر تمويلها مصادر واضحة وجلية، أن لا يختبئ وراء هذه المنشآت رؤوس أموال مشبوهة أو رؤوس أموال فاسدة.